يبسم على مسار إيجابي بعد الإخفاق في كأس العالم وفي كوبا أمريكا. نتابع البداية. غونزالو هيغوايين نجم الميرينجي الملكي يفتتح باب التسجيل في الدقيقة الثامنة لمصلحة الآل بثلاثي. ثم سيتمكن نجم البلاو غرانا ليونيل ميسي من إضافة ثاني الأهداف في هذا الشوط. حضور مميز طبعا لكل من غونزالو هيغوايين وميسي في هذه المباراة. حضور الريال والبارسا على مستوى التسجيل في الشوط الأول من عمر هذه المباراة. سجل هدفه ال15 مع منتخب الأرجنتين في هدفه التاسع عفوا مع منتخب الأرجنتين في 14 مباراة. 9 أهداف لهيغوايين. هل كان متسللا أم لا في هذه الكرة؟ التوزيعة وفي المكان المناسب. هيغوايين لم يكن متسللا. يلها من كرة ويلها من توزيعة. في المرة الأولى كان سوزا وفي الثانية أنخيل دي ماريا يحطها في يمنى قدم هيغوايين. تبقى الخطورة. الهدف. هيغوايين وليونيل ميسي من ذهب في الأرجنتين. شوف الكرة هنا طويلة ضربت في هيغوايين. هل في يده أم أين؟ ربما في كتف ليونيل ميسي وليس في يده. ليونيل ميسي وهيغوايين الثنائية، والهدف الرابع للأرجنتين جاء في وقت هذا الهدف. جاء في وقت هذا الهدف في وقت كان المنتخب الشيلي سيعود في المباراة. يا له من هيغوايين، مثل ما يضربها تدخل في الشباك. يضربها باليسرى تدخل، باليمنى تدخل، بالراس تدخل. ثلاثية اليوم لهيغوايين.